يقول أحسن الله إليكم، هل إشراك واحد معك في الصدقة ينقص من أجرها؟ الحمد لله رب العالمين. لا بد أن تفهموا قاعدة وفقكم الله عز وجل في تلك الأعمال التي تتعدى منافعها، وهي أن الأصل فيها توحد الأجر، بمعنى أن الإنسان إذا أشرك غيره في شيء من مثل هذه الأعمال والصدقات فإنهم لا يشاركونه في أصل أجره، وإنما يكون لهم أجر مثل أجره. فلا بد أن نفهم ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يتصدق بصدقة ثم أشرك معها غيره فإن أجرهما يكون متماثلا لا مشتركا، بمعنى أنك تعطى أجر الصدقة كاملة، ومن أشركته معك في ثوابها يعطى الأجر كاملا. فالأجر في مثل هذه التعبدات التي نفعها متعد لا يكون مقسما، وإنما يكون متماثلا. فإذا تصدقت بصدقة ونويتها عنك وعن والديك فأنت تعطى الأجر كاملا، ووالدك يعطى الأجر كاملا، ووالدتك تعطى الأجر كاملا، وهكذا دواليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فله مثل أجره، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ثم قال منبها على هذه القاعدة التي ذكرتها في أول الفتية: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني بمعنى أن غيره يدخل معه في الأجر لا على وجه المقاسمة وإنما على وجه المثلية. فلا بد أن تفرق بين ما كان مقاسمة وما كان مثليا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني بمعنى أن غيره يدخل معه في هذا الأجر دخول مثلية لا دخول مقاسمة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى أو قال خير فله مثل أجره. فالذي يفعل الخير له الأجر كاملا، والذي دله على هذا الخير أيضا له الأجر كاملا من باب المثلية لا من باب المقاسمة. فلا بد أن نفهم الفرقان بين دخول غيرك معك في هذا الأجر دخول مقاسمة أو دخول مثلية. وكذلك أخرج الإمام البيهقي في السنن بإسناد حسن من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره، بمعنى أن من فطرته لا يقاسمك الأجر وإنما أنت لك الأجر كاملا. وكذلك أيضا من جهز غازيا فإن الغازي لا يشاركه في هذا الأجر، وإنما للمجهز الأجر كاملا موفرا غير منقوص، والله أعلم.